السلام عليكم. معاكم دكتورة عبير مجدي، طالبة في الفرقة الرابعة طب عين شمس. أحب أبدأ معاكم النهاردة إن شاء الله أول فيديو في سلسلة فيديوهات نتصرف إزاي في حالات الطوارئ. طب الطوارئ الإمرجنسي ميديسن هيكون معانا 10 حالات طوارئ مختلفة وإزاي نتصرف فيهم صح وإيه الحاجات الغلط اللي المفروض ما نعملهاش. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بأول حاجة وهما حاجتين بجد شائعين جدا، مفيش حد فينا مش هيتعرض لموقف زي كده أو هيشوفه حتى في حد يعرفه. أول حاجة وهي الأنيمال بايت أو اللي هي عضة الحيوان. طبعا ما نقدرش ان احنا نذكر عضة الحيوان من غير ما ننسى يعني الصورة التي حفرت في عقولنا ومش هنقدر ان احنا نخرجها بجد، وما نقدرش نشوفها من غير ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهي السيدة الفلسطينية اللي كانت في بيتها آمنة وجي جندي إسرائيلي بالكلب بتاعه عشان خاطر يروعها وبالتالي يخليها تسيب بيتها. ما نقدرش ان احنا نقول حاجة غير حسبي الله ونعم الوكيل، وما ننساش اخواتنا في غزة من الدعاء ليهم. نبدأ الموضوع بتاعنا. أول حاجة العضة بتنقسم لكذا حاجة، وعلى حسب أصلا الحيوان اللي عضك هو إيه. قد يكون الحيوان اللي عضك ده ممكن يكون تعبان، والله ممكن يكون تعبان، ممكن يكون كلب، ممكن يكون قطة، ممكن يكون حمامة، أي حيوان ممكن يختلف. وعلى فكرة في سلالات كتيرة جدا من الحيوانات، كل سلالة معينة بتحمل مرض معين. فإحنا هنتكلم النهاردة على حاجات بسيطة قوي وهي القطة والكلب، ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. العضة دي برضو بتنقسم حاجة تانية على حسب هي صغيرة ولا هي كبيرة. والله لو هي عضة صغيرة يعني كان شرخ بسيط في الجلد كده، خرج دم بسيط قوي، قطة مثلا كانت بتلعب معاه، كلب، حاجة كده بسيطة قوي، ساعتها التصرف الصح ان احنا نغسل مكان الجرح ده كويس جدا بالمية والصابون ونحط عليها مرهم مضاد حيوي. طيب حد هيقول لي مثلا الصورة دي هل ينطبق عليها الكلام اللي انا بقوله ده؟ هي الصورة هنا شرخ بسيط قوي في الجلد ونزل منه شوية دم، والله هو لو فضل الدم دوت مثلا يفضل ينزف بتاع حوالي 3 أو 4 دقايق نزيف مستمر، وكل شوية احط منديل واغير المنديل والاقي لسه فيه دم، فدي ساعتها ما ينطبقش عليها الكلام اللي انا بقوله. والله لو كان برضو القطة اللي خربشتني قطة مش نظيفة، يعني قطة مش واخدة التطعيمات بتاعتها كلها وقطة مش شارع مش عارفة يعني القطة دي ممكن يكون عندها ايه، ساعتها الكلام ده لا ينطبق عليها تماما. فلو شفنا شرخ بسيط او جرح بسيط بالشكل ده ما نستهونش بيه، نشوف القطة اللي عضتنا ديت او الحيوان اللي عضنا دوت كان نظيف ومتأكدين من صحته ولا لا. تاني حاجة احنا نزفنا كتير ولا لا، علشان لو احنا نزفنا كتير ده معناه ان هو ممكن نبقى عضنا ان احنا دخلنا ميكروبات، فالاحسن ساعتها نروح ناخد التطعيمات. ده كان بالنسبة لأول احتمال لو العضة صغيرة. طب لو هي عضة كبيرة ساعتها الحل ايه؟ يعني مثلا كلب عضنا بالشكل ده كده، العضة مثلا شكلها بقى فيه الأنسجة بتاعتنا بقى نازل منها دم كتير، ده عمل طحن للأنسجة بتاعتنا، سنانه غرزت فينا وعلمت، الحاجات دي كلها حاجات مؤلمة جدا طبعا. ساعتها هيبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا لازم نتوجه بسرعة وناخد الريبس فاكسين اللي هو بتاع الصرع، وناخد كمان التيتانس توكسويد. مين التيتانس توكسويد ده؟ التيتانس توكسويد ده هحكي لكم قصته. دي بكتيريا منتهزة للفرص، بتحب بالمعنى البلدي كده بتحب تصطاد في الميه العكره. يعني مثلا ايه، انت ماشي في الشارع لقيت المسمار ده دخل في رجلك، التيتانوس توكسويد ده ممكن يصيبك، فعشان كده المفروض تاخد الفاكسين بتاعه او اللقاح بتاعه. انت مثلا لا قدر الله عملت حادثه، اتعرضت للحرق زي ما هنحكي بعد قدام، واحده حامل وهتولد، حد يعني هيحتاج يعمل عمليه بسيطه، الحاجات دي كلها لو حد مثلا مش متعرض عمليه بسيطه في ظروف مش نظيفه، يعني مش بتكلم عن المستشفيات النظيفه، لا عمليه بسيطه في مستشفى مثلا بسيطه خالص متواضعه، الادوات فيها ممكن ما تكونش معقمه احسن حاجه، مركز صحه يعني بالمعنى الادق، او حلاق زي زمان قوي لما كانوا بيعملوا العمليات الحلاقين. فالحاجات دي كلها الاحسن ان احنا ناخد تيتانوس توكسويد ساعتها. فالتيتانوس توكسويد ده باختصار هي بكتيريا منتهزة للفرص، بتحب قوي الحاجات اللي فيها قلة نظافة، يعني وحصل فيها مثلا خدش للجلد تخش منها، فبناخد التطعيم بتاع احتياطي. وعلى فكرة كانوا زمان بيقولوا ان اللي بيعضوا الكلب بيروح ياخد 21 حقنة. عايزة اقول لكم الكلام ده مش صح، هما مش 21 حقنة ولا حاجة، هما بيبقوا مثلا متقسمين على 5 جرعات او 3 جرعات، لو انت كنت واخده قبل كده بتاخد 3 بس او 5 جرعات، وما بين ال5 جرعات دول بيتاخدوا كلهم على بعض في حوالي شهر، يعني اول يوم وهكذا بقى بتفضل تتقسم، المهم ان كلهم على بعض ما بيعدوش الشهر بيتقسموا، بس ما بتبقاش 21 حقنة ولا حاجة، اللي قال كده زمان ضحك علينا خلاص. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان لو كانت العضة كبيرة بالشكل ده المفروض ان احنا نروح نتوجه لمركز الصحة عشان ناخد الريبس وناخد التيتانوس. وعرفنا كمان ان التيتانوس دوت بيتاخد في حالات تانية كتير قوي مش بس العضة بتاعت الكلب. طيب ده كده كان بالنسبة للموضوع بتاع العضة وفهمناه كويس قوي. تاني موضوع احب اتكلم عنه هو الحروق. الحروق عندنا مش هنشوف في حياتنا، يعني الحروق دي هنشوفها كتير جدا سواء لينا احنا او ناس نعرفها وهكذا.
وطبعا المفروض ان احنا لا ننسى من الجدير بالذكر اللي بيحدث في غزة، وهم ان هم بيتم القصف بتاعهم في شمال غزة بالفوسفور المشع. والفوسفور المشع دوت هو عنصر محرم استخدامه دوليا بسبب ان هو بيعمل تشوهات، يعمل عيوب خلقية، ويأثر على الأجنة، وكمان بيعمل أضرار بالغة وجسيمة بشعة. خلاص، فحسبي الله ونعم الوكيل. ومفروض ان احنا يعني دورنا ابسط حاجة ان احنا نعملها ان احنا ننشر عن غزة، نتكلم عن غزة، ندعي لهم حتى، وبس. مش هطول اكتر من كده عشان مدة الفيديو. هنتكلم عن الحروق. الحروق عندنا بنقسمها 3 درجات، وفي دلوقتي اصلا بقت بتقسم 4 درجات. اول حاجه هي الفيرست ديجري بيرن، او اللي هو الدرجه الاولى من الحرق. ده عباره عن ايه؟ ان انت مثلا مسكتي حله وانت مش واخده بالك والحله كانت سخنه، مسكت كوبايه شاي سخنه، كوبايه شاي اتدلقت عليك. دي كلها بتحصل لنا، اللي هو مش عارفه وانت بتقلي البانيه شويه زيت كده سخن اتدلق على ايدك. دي كلها حاجات كلنا بتحصل لنا فيرست ديجري بيرن، وكلنا بنعالجها في البيت، وكلنا بنخف منها، وكمان ما بتسيبش اثر. فالفيرست ديجري بيرن او الدرجه الاولى من الحرق دي معروفه جدا. السكند ديجري بقى او الدرجه الثانيه دي هي اللي بقينا بنقسمها لحاجتين، في منها السطحي وفي منها العميق. السطحي ده ممكن نعالجه مع نفسنا في البيت، اما العميق ده لا، يفضل ان احنا نضمه على الثيرد ديجري ويتعالج في المستشفى. يعني ايه بقى سكند وثيرد؟ الكلام ده الدرجه الثانيه من الحرق دي بتبقى واخده طبقه، يعني بتخش اعمق في الجلد، اعمق من الدرجه الاولى، ولكن مش بنفس العمق بتاع الدرجه الثالثه. شايفين الدرجه الثالثه بتبقى داخله العمق عامل ازاي لجوه، ممكن كمان تقرب على العظم، تبقى دخلت على الايه، على اللحم. ربنا يعافينا يا رب. المصاب بتاع حرق الدرجه الثالثه دي بتبقى يعني حروق صعبه جدا. دي ما ينفعش علاج ليها غير في المستشفيات، لان هم بيكونوا محتاجين نظام تغذيه معين، وكمان بيكونوا محتاجين فلويدز كتير، او اللي هي سوائل كتير قوي تعوض الميه اللي فقدوها من جسمهم، ومضادات حيويه يعني اجريسيف او عنيفه قوي، مضادات حيويه كتير وحاجات كتيره جدا. فبيبقى ليهم نظام عنايه خاص بيهم، وكمان بيكون ليهم اوض مخصصه ليهم، وحاجات كتيره جدا. فبالتالي لو في حد مثلا حرق الدرجه الاولى، ده ممكن يتعالج في البيت عادي. الدرجة التانية يعني واخد حتة من الجلد بس مش قوي، ممكن أحيانا يتعالج في البيت، وأحيانا تانية لأ في المستشفى زي ما هنقول مع بعض. والدرجة التالتة من الحروق يفضل طبعا المستشفى، يعني ده أكيد المستشفى. خلاص، فدي كده كانت تقسيمة الحروق وفهمناها. نتكلم مع بعض بقى امتى الحرق يستدعي ان احنا نروح المستشفى. الموضوع ده مهم جدا، وفي ناس كتير قوي 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 ما تعرفش الحكاية دي او ما تعرفش الحاجات دي، فده مهم جدا ولازم تعرفوه. اول حاجه لو الحرق خد طبقات الجلد بالكامل، اللي هو يعني الدرجه الثالثه زي ما انا لسه قايله، او اللحم بقى مكشوف. تاني حاجه لو المساحه المحروقه كانت كبيره، يعني حوالي اكبر من 8 سم. حد يقول لي ايه 8 سم دي وانا معايا مسطره وهقيس؟ اكيد لا طبعا. احنا كف ايدينا لوحده حوالي 10 سم، وطبعا لو حد طويل هيبقى كف ايده اطول، هيبقى حوالي 15 سم. يعني لو كانت المساحه المحروقه من الجسم واخده يعني مقدار كف ايد كامل، دي كده تعتبر مساحه كبيره. ولو كانت بقى كمان الدرجه اعلى من الدرجه الاولى، ساعتها طبعا يستدعي ان احنا نروح المستشفى. خلاص. طيب لو الحرق ده كان في طفل صغير او حد كبير في السن، الاطفال بتبقى ليهم يعني حاجات معينه كده، واصلا بيبقوا جسمهم اقل من جسمنا بكتير، وبيبقى كميه الميه فيهم مختلفه عن كميه الميه في جسمنا. فبالتالي الاطفال او البيبيهات الرضع، لو في حد منهم حصل له لا قدر الله حرق، لازم يتوجه لمستشفى. وبرده الناس الكبيره في السن، لان الناس الكبيره في السن بتكون اصلا يعني فيهم عوامل تانية كتير، زي مثلا مناعتهم ضعيفه، وبرده كميه الميه في جسمهم بتكون اقل من الشخص اللي هو في سن الثلاثينات وكده، فبرده لازم يتوجه للمستشفى. وطبعا ده لو كان الحرق برده يستدعي زي ما قلنا ان هو كبير ودرجه تانية او ثالثه. طب لو شخص برده مناعته ضعيفه، مين الناس اصلا اللي مناعتها ضعيفه؟ مثلا لا قدر الله مريض سرطان بياخد كيماوي، فالكيماوي دوت بيأثر على المناعه. حد مثلا عنده امراض مزمنه زي السكر والضغط، ومش بس امراض مزمنه، لا معلش، امراض مزمنه ومش متحكم فيها. يعني لو هو مثلا عنده السكر بس مظبط سكره، يعني سكره 100 عنده الضغط ومظبط ضغطه زي الفل، خلاص، والحرق درجته لا تستدعي، خلاص مفيش مشكله. لكن بتكلم عن شخص مناعته ضعيفه، عنده سكر، عنده امراض مزمنه، مش متظبطه، مش ماشي على العلاج، وكمان عنده حرق، مش يعني حرق شكله يستدعي، وحرق درجته عاليه، وحرق واخد مساحه كبيره، ساعتها يستدعي طبعا ان هو يروح مستشفى ويتحجز. طب لو هو مثلا شخص برده مناعته ضعيفه زي مين؟ بياخد كورتيزون اقراص. وخلوا بالكم من الاقراص، في فرق بين الاقراص وبين اي مصدر تاني. قد يكون الكورتيزون بيتاخد مرهم، قد يكون بيتاخد بخاخه، قد يكون بيتاخد حاجات كتيره جدا، لكن اللي بتكلم عنه هو اقراص، والفتره مثلا اطول من شهرين او شهرين فاكتر، لان الكورتيزون لما بيتاخد شهرين فاكتر بيبدا ان هو يضعف المناعه وبيأثر عليها جدا، فبالتالي بيكون الشخص ده مناعته ضعيفه عرضه ان هو يتصاب بالعدوى. خلاص، احنا كده فهمنا اول 3 نقط.
طب لو كمان كان الحرق ده ناتج عن الكهرباء او ناتج عن ماده كيميائيه، الكهرباء والماده الكيميائيه بيكون ليهم يعني عوامل خاصه بتاثر على الجلد وان هو يخف وكلام من ده، فبالتالي دي ما ينفعش ان احنا نعالجها في البيت ابدا، دي لازم تتعالج في مستشفى فقط. خلاص. واحب افكركم بالحرق بتاع الماده الكيميائيه. الفنانه بيرجن جوزها رمى عليها ميه نار، فهي كان ليها فيلم مخصوص، المشاهد دي انا جايباها من الفيلم يعني، وهي كان جوزها رمى عليها ميه نار، اتعالجت فين؟ اتعالجت في المستشفى. يبقى نقول الفنانه بيرجن شطوره ان هي اتعالجت في المستشفى. بس فده كان حاجه يعني بقتبسها من الفيلم عشان اقول لكم يعني. خلاص. لو كان برضو الحرق واخد مفصل بالكامل زي مثلا ايد كامله او مفصل الركبه او مفصل الفخذ، احنا هنا ساعتها بنروح للمستشفى لان هو ممكن ياثر على حركه المفصل، فبالتالي احنا عاوزين نحمي ان هو المفصل ده ما يحصلوش تيبس بعد كده، ما يحصلوش مشكله في الحركه. ممكن مثلا المفصل ده ما يكونش اتضرر، فاحنا عايزين نقلل ده بقدر الامكان. فبالتالي لو الحرق كان واخد مفصل بالكامل زي دول فلازم يتوجه لمين؟ للمستشفى. برضو لو الحرق في منطقة حساسة من الجسم ويستدعي، يعني مثلا الوش بالذات، العين والبق، الحرق واخد العين والبق، الحرق مثلا اخد المنطقة بتاعت المناخير كلها، الايد كلها محروقة، القدم، منطقة العانة ومنطقة المقعدة، الحاجات دي كلها تعتبر مناطق حساسة. وطبعا يعني مش اي حرق، لو كان درجته خطيرة، يعني مثلا واحدة جاية بتعمل حاجة في الشوربة فنقطة شوربة جت على وشها، يعني هي هتخف في نفس اليوم، فدي مش مستدعية انها تروح المستشفى. اذا اللي اقصده انه مش اي حرق، لا لازم يكون مثلا حرق برضو زي ما قلنا واخد مساحة كبيرة وعامل ألم فظيع وشكله خطير أساسا، فبالتالي ده ساعتها فعلا درجته تبقى خطيرة تروح المستشفى. تمام. بس لو الشخص برضو كان في مكان والمكان ده لا قدر الله حصل فيه حريقه، الحريقه دي ساعتها هيبقى فيه دخان كتير، فلو هو فضل في الدخان ده فتره طويله وعمال يشم الدخان ويستنشقه، حتى لو هو خرج من الحريق ومش متصاب بحرق بس هو شم الدخان ده لفتره طويله، تعرضه للدخان بتاع الحرق لفتره طويله ده يخليه ان هو لازم يروح المستشفى. قد يكون يحتاج غلاسات اكسجين، قد يكون محتاج ان هو يتسحب منه عينه دم ونشوف الغازات عنده في الدم وهكذا. فبالتالي لو حد شم بس بخار الحريق ودخانه لفتره طويله، مثلا قعد فيه حوالي نص ساعة، فبالتالي بدأ ان هو مش قادر ياخد نفسه، الأحسن ان هو طبعا يروح المستشفى. طيب. وكمان في حاجة تانية زي ما قلنا قبل كده، التيتانوس، الحقنة بتاعته لو في حد لا قدر الله تعرض لحرق، يفضل ان هو يروح ياخد الحقنة بتاعته في خلال 48 ساعة بالكتير قوي، يروح ياخد الحقنة بتاعة التيتانوس. تمام. وعلى فكرة 48 ساعة برضو دي هي نفس المدة لو هو مثلا كان اتعرض لعضة كلب، او نفس المدة لو هو كان اتعرض مثلا لحاجة مسمار في الشارع او ايا كان. التيتانوس بيتاخد في خلال 48 ساعة من الجرح بقى، من الحادثة، من اي حاجة لا قدر الله.